سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم سراج. كيف ما شفتوا معنا في العنوان غادي نشارك معكم كيك يومي ساهل كيجي طالع هشيش رائع جدا لذيذ وبحجم عائلي، والاهم انه ناجح 100% وكيجي طالع معكم بزاف. انتم غتشوفوا معنا في المقادير وطريقه التحضير، يعني المقادير اللي بسيطه جدا ومتوفره في كل بيت من طبيعه الحال، شي حاجه اللي سهله وبسيطه جدا. بالنسبه المكونات وطريقه التحضير غتشوفوا معنا في الفيديو، ولكن قبل الا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي يا ريت تابونوا عندي وتفعلوا الجرس بالكل باش توصلوا بكل جديد. ولا شفتوا الفيديو وعجبكم من طبيعه الحال وعجبكم المحتوى، ما تنسونيش من اللايك ديالكم وتكثروا لي بزاف ديال اللايكات باش يطلع الفيديو يشوفوه بزاف ديال الناس، وتخليوا لي كومونتير ديالكم، اقتراحاتكم، انتقاداتكم، حتى اي حاجه لا بغيتوني نصوبها او نشاركها معكم. المهم دابا نبداو في المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للمكونات سهله وبسيطه كيف ما قلت لكم. غادي تاخذوا كاس ديال العنبه، وطبيعه الحال هو العبار. عندنا كاس ديال العنبه حليب، كاس ديال العنبه سكر سنيده، وتقدروا تزيدوا اكثر راه كتجي ناقصه في الحلاوه. كاس ديال العنبه زيت، 300 غرام ديال الدقيق يعني ما يعادل 3 كؤوس من العنبه معبورين بالمعلقه، 4 ديال البيضات، 4 ديال الخمارات، وجوج ديال الفانيات. بالنسبه للبيضات تقدروا ديروا 3 الا كانوا بالحجم الكبير، انا عندي الحجم متوسط. الخمارات من فئه 8 غرام، وبالنسبه للفاني من فئه 7 غرام يعني ما يعادل 14 غرام. غادي نديرو البيض، غادي نضيفو معاه الفاني، وغادي نضيفو معاه السكر. البيض من طبيعه الحال يكون ضروري بحراره الغرفه لنجاح اي نوع ديال الكيك. اي نوع ديال الكيك كيحتاج ان المكونات يكونوا بحراره الغرفه، حتى الحليب طبعا. كنبقاو نخدموا في البيض مزيان مع السكر حتى نتاكدوا بان السكر داب لينا جيدا، يعني ما بقاش ونسجم مع البيض كيف ما غتشوفوا معنا. غنضيفوا عليه دابا باقي المكونات اللي هما غنضيفوا عليه كاس ديال الزيت يعني ما يعادل 150 سنتيلتر. كيف ما كتشوفوا كنضيفوه تدريجيا، دائما ضيفوه وطربوا، راه حتى هو كيساعد في ان الكيك ديالكم يجي طالع ويجي مرتفع معكم، يعني واخا يكونوا المكونات قلال. صافي غنخدموا بحال هكا كيف ما غتشوفوا. وكيف ما قلت لكم الحليب ضروري ومؤكد انه يكون بحراره الغرفه، حتى هو 150 سنتيلتر كيف ما كتشوفوا، يعني كاس ديال العنبه ضفناه. ودابا غادي نبداو نضيفو في النواشف اللي هما الدقيق والخميره الكيماويه ولا خميره الحلويات. غنضيفو كميه من الدقيق يعني غير بشويه بشويه، كنضيفو بالتدريج. وغادي نضيفو مع الخمارات من طبيعه الحال ضروري نخلوهم اولا نغربلوهم جيدا كيف ما كتشوفوا معنا. حتى هما ضروري البنات الدقيق يكون منخول اولا مغربل، لانه كيساعد في ان الكيك يجي طالع معكم ويجي ناجح واخا تكونوا اول مره غادي تصاوبوه. صافي كيف ما كتشوفوا انا راه غير كنزرب الفيديو اولا المقطع، اما هو راه كنخدموا بشويه من تحت الى اعلى، وكنضيف دائما في الدقيق بالتدريج. كيف ما كتشوفوا 300 غرام يقدر ياخذ لكم اكثر او الاقل، كيبقى على حسب حجم البيض وعلى حسب نوعيه الدقيق. على العموم ما غيفوتش لكم اكثر من 3 كؤوس ونصف. كيفاش غتعبروا الكاس؟ غتعبروه بالمعلقه باش هكا تكونوا متاكدين ان العبار ديال الكاس فيه 100 غرام، او الا كان عندكم الميزان من الاحسن يعني هكا كيكون مضبوط. غتاخذوا 300 غرام و50 غرام غادي تخلوها دائما حداكم، تبقاو تضيفوا حتى تتاكدوا بان الكيك ديالكم القوام راه هو هذاك. الا كان خاصو غادي تزيدوا، الا كان ما خاصوش راه ما غادي تزيدوا، تكتفوا بثلاثه ديال الكؤوس. هنا خديت واحد جوج ديال المعالق كبار من الشوكولات فيرميسيل اولا شوكولات حبيبات رقاق من الثلاجه مباشره. خليت واحد شويه ديال الكميه ديال الدقيق، واحد المعلقه تقريبا، خلطتهم معها ضفتو الى الخليط. كيبقى اختياري غير كيعطي شكل وواحد المذاق ديال الشوكولا يعني في الكيك. اللي بغى يديروا يديروا، اللي ما عندوش ما يديروش. الا بغيتو ديروا حتى الشوكولات الاخر يعني تبشروه وديروه حتى هو ما كيتجاش شي مشكل، غير ديروه في الفريغو. هذا هو المول راه فيه تقريبا 30 سنتيم حتى 32 سنتيم، يعني متاكداش من العبار، المهم فيه 28 سنتيم. كيف ما كتشوفوا مول من الحجم الكبير، دهنته جيدا بالزبده والدقيق. في هذه الاثناء البنات غادي نصبوا الخليط في المول ديالنا. في هذه الاثناء غتكونوا مشعلين على الفران من طبيعه الحال، كل واحد الفران ديالو. اللي كان عندكم الفران ديال الغاز غادي تشعلوا عليه من التحت فقط، وتنقصوا على البوطه جيدا وتخليوه لمده ديال 35 دقيقه عاد باش تحلوا الباب ديال الفران، ما تحلوش قبل. كان عندكم الفران ديال الضو غادي ديروه على 180 درجه، وغادي تخليوه بطبيعه الحال شاعل من الفوق من التحت، تخليوه لنصف ساعه عاد باش تحلوا عليه.
كما كتشوفوا البنات من بعد ما طاب لينا من التحت شعلت عليه واحد شويه من الفوق فقط، يعني كيتحمر وحيدته. دابا درتو في طبق التقديم كيف ما كتشوفوا، قلبتو على الجهه الاخرى وغادي نزينو. بالنسبه لطريقه التزيين كتبقى على حسب الذوق، هنا راه باقي سخون كيف ما كتشوفوا وغادي نزينو. خديت تقريبا واحد الكاس ديال الشوكولات، ذوبته مع 4 المعالق ديال الزيت نباتي، ذوبته في حمام مريم. من بعد ما ذوبته زدت عاوتاني عليه واحد 2 المعالق، يعني 6 ديال المعالق باش يجي جاري. من بعد ما جرى ليا ضفت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو كتبقى اختياري، غير باش كيعطي داك القوام كثيف، وخا تخليو الكيك يعني يومين ولا 3 ايام ما كيتجمدش معكم الشوكولات. كيف ما كتشوفوا كنصبوا الصوص ديالنا فوق من الكيك بحال هكا. ومن طبيعه الحال البنات كنعاود نقولها لكم، من الاحسن تخليو الكيك حتى يبرد وعاد باش تزينوه. انا غير كنت مزروبه وصافي. غادي نزينو من فوق بهاد الشوكولات حبيبات بحال هكا الوان. المهم كيبقى على حسب الذوق، تقدروا البنات تقدروا تدردروا عليه غير سكر كلاصي وتكتفيو فقط، ولا ديروا هاد الصوص وديروا فوق منه شويه ديال الكاكاو بودر من الفوق. بالنسبه للكاكاو اللي درتها البنات درت كاكاو مر، يعني ماشي حلو، نوعيه جيده من طبيعه الحال، باش هكا كيبقى المذاق يعني فيه شويه ديال المروره. المهم داكشي كيبقى على حسب الذوق. وهذا هو الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا. الصراحه كيجي رائع، ماشي كنشكروا لكم ولكن كيجي زوين. انا كيعجبني الكاكاو المر، يعني هذيك الصوص كتعطي واحد النكهه مختلفه للكيك تماما. والكيك ديجا فيه الحليب، اللي بغيتو طري اكثر واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لكم، الا بغيتو الكيك يجي معكم يعني طري اكثر غادي ديروا فيه واحد الدانون او يوغورت طبيعي او بنكهه الفاني، كيبقى على حسب الرغبه. يعني الا بغيتو تضيفوا ما بغيتوش ماشي مشكل، تكتفوا بنفس المقادير اللي درت. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما قطعته كيف ما كتشوفوا. كيجي هشيش وطري ورائع جدا جدا جدا. وكنقول لكم واخا يبقى معكم حتى ل4 ايام، يعني غير خليوه. دابا راه الجو بارد ما محتاجش للثلاجه، غطيوه وخليوه كيبقى زوين وبحجم عائلي كيف ما كتشوفوا. مرتفع بالنسبه للمول والمكونات، يعني ما غتقولوا راه ما غاديش يطلع، ولكن غادي يطلع. كنحاول نوريكم هنا من الجوانب باش يبان لكم يعني الطراوه ديال الكيك والهشاشه ديالو، كيجي خفيف وطالع ومدقس. كنتمنى تجربوه هنا للاعجاب ديالكم، وجربوا الصوص البنات ديال الشوكولاته راها روعه روعه. دائما اي صوص ديال الشكلاط بغيتوها تعطي مذاق احسن، او الا كنتو كتبغيو المذاق ديال المروره ديما ضيفوا على واحد المعلقه ديال الكاكاو المر. صافي كنحاول نوريكم هنا من الجناب يعني كيفاش كيجي الشكل ديالو شكلا ومذاقا روعه. الا كنتوا اول مره غادي نعاود نقول لكم، الا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي يا ريت تابوناو عندي وتفعلوا الجرس بالكل باش هكا كتوصلوا بكل جديد. وبطبيعه الحال الا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم ومن لي كومونتير ديالكم زوينين. وهذا ما كان، كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم ويكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.